فرصة لفريق اتحاد بونتيا، ولكن هكذا تضيع الفرصة مقابلة الفرص الضائعة في هذه المقابلة الديربي الملتقى بين فريقين نهضة زي واتحاد بونتيا في رسم الدورة 14 من بطولة القسم الثاني هو شطر الشمال الشرقي. فرص تقريبا 22 دقيقة الآن في مختصر من هذه المقابلة المهمة بين فريقين من المنطقة نهضة زيو وكذلك فريق اتحاد بنطيب. بدايته كانت متعثرة، يعني مجموعة من المقابلات المتعثرة، وكذلك نهضة زيو الذي يستقبل هنا بملعب الشريف محمد أمزيان بأزغنغان. هكذا فهناك معاناة تلو المعاناة لهذا الفريق، فريق نهضة زيو الذي يعاني، فهو يستقبل هنا بملعب الشريف محمد أمزيان بأزغنغان. فريق اتحاد بنطيب يريد الصحوة فعلا في هذه المقابلة الأخيرة صح، وبدأ يحقق تارة النتائج الإيجابية. كان في الأخير في الرتبة الأخيرة اتحاد بنطيب الفريق الذي يعد من الفرق القوية في المنطقة لما بصمه في السنوات الأخيرة من نتائج وكذلك من الرتب المتقدمة. إذا مقابلة اليوم فهي صفر لمثله بين الفريقين اتحاد بنطيب ونهضة زيو هنا بملعب الشريف محمد أمزيان مقابلة الفرص الضائعة. صراحة المقابلة نشيطة ومتحركة هنا بملعب الشريف محمد أمزيان بأزغنغان الرتبة 6 وكذلك الرتبة 8. 19 نقطة لفريق اتحاد بنطيب و18 نقطة لفريق نهضة زيو. ديربي المنطقة، فرصة فريق نهضة زيو، ولكن هكذا الحكم كيف الرأي ديالو يحتج على الحكم. صراحة هدف جميل ولكن يلغى، الهدف يلغى بدعوى التسلل. احتجاج لفريق نهضة زيو على الهدف المسجل بدعوى التسلل. شاهدوا صراحة ولا نعرف، ولكن الأمور أو المتخصصين في التحكيم يجب أن يحكموا في أمر هذا الهدف المسجل من طرف نهضة زيو. نحن لا نسرع في الحكم برأينا، ولكن أعتقد أن القائمين بأمر التحكيم هم من سيحكمون. هناك الحكم أشتر يرفض الهدف المسجل من طرف فريق نهضة زيو. هدف جميل جدا، تقدم صراحة هجمة مرتدة لفريق نهضة زيو أتت بالهدف الجميل والرائع، ولكن النهاية كانت حزينة جدا بإلغاء هذا الهدف. لا يزال الاحتجاج قائما من طرف عميد فريق نهضة زيو على الهدف الملغي. صراحة نحن لا نتسرع في الحكم على هذا الهدف، ولكن بعد نهاية المقابلة سنعيد تحت عنوان الصورة لنا والحكم لكم لمتتبعي برنامجنا وكذلك صفحتنا. هكذا إذن الآن محاولة فريق اتحاد بنطيب مراوغات في الوسط وتمركرات في وسط الميدان. التقدم لفريق اتحاد بنطيب مقابلة جميلة جدا، التمريرات على صعيد وسط الميدان، ولكن نهضة زيو العميد ميمون مراوغة جميلة، لكن الكرة كانت سريعة يستردها مدافع فريق اتحاد بنطيب. الكرة عميقة، ولكن هناك ريعة من هذا مدافع فريق نهضة زيو. تمريرات بشكل جيد على صعيد وسط الميدان. قلناها بأنه المقابلة فهي نشيطة جدا بين فريقين متميزين من المنطقة. فريق نهضة زيو اقتنص في الأسبوع الماضي انتصارا خارج الميدان، فريق اتحاد بنطيب انتصار بالميدان، نتائج إيجابية في يعني الدورات السابقة لهذين الفريقين، ولكن بدايتهما كانت متعثرة. ولكن كل المعاناة فريق
نهضة زيو الذي يعاني كثيرا في الترحال وكذلك في التدريب، فملعبه يخضع للأشغال، وبذلك فهو يستقبل حاليا بملعب الشريف محمد أمزيان من فريق اتحاد منتيف، وهو يستقبل بميدانه، مما يجعل الأمور صراحة صعبة جدا في هذا الديربي بالنسبة لفريق، ولكن رغم ذلك فالمقابلة جيدة وجميلة جدا ونشيطة على كل المستويات. الخطأ لفريق اتحاد منتيف. فريق اتحاد منتيف الدفاع دم الكرات بين مدافعي فريق اتحاد منتيب، لمن سيعطي الكرة يرجعها إلى الدفاع دم الكرات الطويلة على مستوى الدفاع لفريق اتحاد منتيب. الحيط والحذر لمن من الجهة اليمنى لفريق اتحاد منتيب على صعيد وسطه، يريد أن يتوغل الكرة في الوسط العميد لفريق اتحاد منتيب، ولكن دفاع زي الحكم يقول شرط، الحكم يقول شرط. إذا عميد فريق اتحاد منتيب والعميد أسامة سعد نجم فريق اتحاد منتيب من اللاعبين المتميزين صراحة، يستحق كل التنويه ورفع القبعة لهذا اللاعب الذي يمكن أن نقول عليه لاعب مناضل، لاعب متميز في وسط الميدان. عميد الفريق تاريخه يقول يعني يتكلم عن لاعب سابق لفريق فتح الناظور ولاعب سابق لمجموعة لاتحاد منتيب، فهو عمر معهم سنين محترمة، حصل معهم نتائج إيجابية. أسامة سعد اللاعب المتميز العميد الحالي، العميد الظريف هكذا يلقب بمدينة الناظور، محبوب الجماهير الرياضية أسامة السعد. إذا هكذا تبادل بين مدافعي اتحاد منتيب تبادل بشكل جيد بين لاعبي اتحاد منتيب، بين نهضة زيو العميد يريد أنه فعلا العميد يتوغل هدف جميل جدا، الهدف الرائع لفريق نهضة زيو يسجل هدف، وما أروع هكذا فرحة على طريقة المنتخب المغربي بكأس العالم عندما حققنا نتائج إيجابية والسجود لله سبحانه وتعالى. ولكن يعني هذه اللقطة فهي يعني تعبيرا عن فرحة لاعبي نهضة زيو بتسليم لهدف جميل جدا، الهدف الرائع، الهدف الجميل جدا. قبله كان قد سجل الهدف، ولكن الحكم رفضه بدعوى التسلل. فرحة إذا هجمة أخرى فريق زيو ميمون نجم فريق يتوغل داخل مور بالعمليات، لكن الكرة خارج مور بالعمليات على محيط مور بالعمليات. إلينا زيو أداء جميل جدا ورائع لهذا الفريق، ولكن ساعد الكرة لدفاع اتحاد منتيب ينزلق، ولكن الكرة خارجة وتعود مرة أخرى للوسط الميدان للأسمراني ويخرج الكرة بقذفة عشوائية. محاولة فريق نهضة زيو لإضافة الهدف الثاني، خطأ، ولكن الكرة عالية، ولكن الحكم يقول ركنية، لمسها حارس فريق اتحاد منتيب. ركنية لفريق اتحاد نهضة زيو لإضافة الهدف الثاني. فرصة داخل مور بالعمليات، ولكن الكرة تخرج ضربة مرمى كما يقول حكم الوسط. توغل داخل الميدان، الحكم يقول ولا شيء، أداء متميز لفريق نهضة زيو في المقابلة في الديربي المنطقة بين فريق نهضة زيو والاتحاد منتيب بملعب الشريف محمد أمزيان. بأزغن غني استرداد الكرة لفريق اتحاد منتيب، وكذلك يستلم الكرة من الخطأ لنهضة زيو
المتميز في هذا اللقاء وسط الميدان. الحكم يقول بأن هناك خطأ واحتجاجات. تدخلات قوية. أعتقد مدرب نادي السابق للعروي الزبير. تمركرات بين لاعبي فريق اتحاد بنطيب. 19 ديال النقاط، الرتبة السادسة اتحاد بنطيب. اتحاد بنطيب في السنوات السابقة صراحة لعب أدوار طلائعية وكان قريبا من الصعود في أكثر من مناسبة. شاهد الكرات بين الحارس وبين المدافع. شاهدوا الاحتياط والحذر في التوغلات وكذلك في المراوغات في وسط الميدان. الخطأ لفائدة اتحاد بنطيب. اتحاد بنطيب هكذا تنتهي الجولة الأولى بتقدم فريق نهزيو بهدف ل0. أنتم تشاهدون معي روح رياضية كبيرة بين اللاعبين، ولكن هناك اتحاد بنطيب فهم مجتمعين في حوار مع الحكم. إذا نحن الآن في الجولة الثانية. الجولة الأولى انتهت بتقدم فريق نهضة زايو بهدف ل0. إذن ركنية الآن لفريق اتحاد بنطيب. اتحاد بنطيب الذي غير صيغته التقنية محولا إياه إلى الهجوم والهجمات المضادة. إذن فريق اتحاد بنطيب انتفض في الجولة الثانية محاولا اقتناص هدف التعادل وكذلك ربما هدف التقدم، ولكن الآن تمويل الفريق لمدافع زايو إبعاده للكرة كان عشوائيا. الآن الكرة تعود مرة أخرى لاتحاد بنطيب عبر الشرط الدفاعي. اتحاد بنطيب المنهزم لحد الآن بهدف ل0. إبعاد الكرة ولكن وتعود مرة أخرى لدفاع اتحاد بنطيب وسط الميدان وعرقلة. الحكم يقول عرقلة للوسط الميداني الأسمراني الذي يلعب في صفوف فريق نهضة زايو المتقدم بهدف ل0. الأسمراني وتمريرة في وسط الميدان على صعيد وسط الميدان. الكرة جهة اليمين في الوسط لفائدة نهضة زايو. تدخل عنيف لمدافع فريق اتحاد بنطيب السادس في الترتيب المؤقت ب19 نقطة وقريبا من فريق نهضة زايو ب18 نقطة محولة. إخراج الكرة اتحاد بنطيب وإخراج الكرة إلى ركنية لفائدة نهضة زايو المتقدم بهدف ل0. نهضة زايو متقدم بهدف ل0. نحن الآن في الجولة الثانية. بطبيعة الحال فريق نهضة زايو فهو يكثف من هجوماته ليحافظ على الهدف الذهبي المسجل في الجولة الأولى، وكان قد سجل هدف آخر ولكن هذا الهدف ملغي من طرف الطاقم التحكيم وحكم الوسط. ركنية لفائدة نهضة زايو. ركنية ولكن الكرة وتخرج. ركنية أخرى لنهضة زايو الذي ظهر نشيطا في هذا اللقاء. نهضة زايو النشيط في هذا اللقاء والمتقدم بهدف ل0 على فريق اتحاد بنطيب. فعلا نهضة زايو اقتنص انتصارا خارج ميدانه في
اللقاء السابق ركنية ركنية، ولكن وتخرج الركنية. إذا كما تشاهدون هناك مقاومة للحفاظ على الهدف الذهبي لفريق نهضة زيو، وتدخلات عنيفة تكتل في الدفاع وكذلك في الوسط. أسامة السعد، ماذا سيفعل العميد الذهبي لفريق اتحاد بنطيب؟ صراحة لاعب كبير جدا أسامة سعد، هذا هو عميد فريق اتحاد بنطيب، يستحق كل الثناء. لاعب قضى سنوات محترمة مع الفريق القوي اتحاد بنطيب أسامة سعد، متوتر الأعصاب لأن فريقه منهزم بهدف ل0. بطبيعة الحال اتحاد بنطيب والمدرب يعطي تعليماته بأعصاب. مدرب فريق اتحاد بنطيب المنهزم في الأسبوع الماضي هناك صحوة وتوهج لفرق المنطقة. فريق اتحاد بنطيب انتصر بميدانه، ونهضة زيو اقتنص انتصارا خارج ميدانه. مقاومة من أسامة السعد، أيضا نشاهد محاولة لميمو، دغمر بالعمليات، كان يريد أن يخدع حارس فريق اتحاد بنطيب، مهاجم من المهاجمين من طينة المهاجمين الكبار، عميد فريق نهضة زيو. شرط لفائدة اتحاد بنطيب من الجهة اليسرى. اتحاد بنطيب يحاول جاهدا اقتناص التعادل، ولكن هناك تكتل وهناك دفاع متين بالنسبة لفريق نهضة زيو المنتصر والمنتعش في الدورات الأخيرة. شاهدوا تمريرات في منطقة دفاع اتحاد بنطيب رقم 4، وتمريرات جيدة، وعرقلة الحكم يتدخل. الامتياز لفريق اتحاد بنطيب وتدخل أسامة سعد، انذار لرقم 24 كما تشاهدون. الحكم ينذر المدافع، مدافع فريق زيو الذي تدخل بعنف في حق مهاجم فريق اتحاد بنطيب الذي ينفذ الخطأ. هناك العميد الظريف أسامة سعد، أسامة سعد العميد أكيد سيمرر الكرة إلى داخل مربع العمليات، محاولا يعني أصحابه في إدخال الكرة في شبكة، لكن لم يقدروا على ذلك، وتعود الكرة مرة أخرى إلى دفاع نهضة زيو في منطقتهم. إبعاد الكرة بنجاح، إبعاد الآن محاولة ولكن الكرة تذهب مباشرة إلى حارس فريق اتحاد بنطيب، إلى المدافع. تارة هناك تقدم ومغامرة، فعلا الفريق إذا لم يغامر لم يأتي بشيء فريق اتحاد بنطيب، ولكن التمريرة لم تكن هي ذاك، لم تكن بالمقاس لمدافع اتحاد بنطيب رقم 4. إذن صراحة بعد الكرة، والكرة الآن تتمركز في الوسط، صراع على الكرة لمدافع اتحاد بنطيب، والكرة عميقة تمر بالعمليات، فرصة ولكن الحارس يتدخل، حارس نهضة زيو يتدخل بنجاح ويرتمي على كرته بنجاح. إذن الكرة عند المهاجم عميد الفريق، ولكن الدفاع يتمكن من استخلاص كرته مراوغة. الكرة ما زالت عند مهاجم فريق الاتحاد، ولكن لم تمر من كثرة أرجل. محاولة ولكن الدفاع اتحاد بنطيب يتمكن من قطع الكرات. شاهدوا الشرط لفائدة اتحاد بنطيب أسامة سعد عند المدافع الأسمراني. تبادل كرات بين مدافعي اتحاد بنطيب بحذر. أسامة سعد يصعد إلى وسط الميدان، إنه هو مركزه هو وسط الميدان، توزيع الكرة الذهبي. أسامة سعد
الكرة جانبية عند رقم 4. الحكم يقول ضربة مرمى لفائدة نادي زيو. هناك تغيير مرتقب لفائدة اتحاد بلطيب لإنعاش الخط الهجومي لاتحاد بلطيب. سيد توزيع الكرات، الكرة جانبية، هجمة مرتد هجومي لفائدة نادي زيو، ولكن لم يتمكن المهاجم. يتدخل مدافع اتحاد بلطيب الملوكي. الكرة لاتحاد بلطيب. سيدو الكرة بدأت تتصاعد في وتيرتها الهجومية وكذلك الدفاعية. كما أسلفت الذكر تغييرات في صفوف فريق اتحاد بلطيب لإنعاش الخط الهجومي للفريق أملا في اقتناص هدف التعادل. لحد الآن فريق اتحاد بلطيب متأخر بهدف لصفر. الكرة في الميدان، تمركرات بين المدافعين، ولكن في وسط الميدان اتحاد بلطيب. أسامة سعيد يدخل، إذن لمن سيعطي الكرة جانبية، ولكن لما تمر الكرة تارة اللاعبون يرتكبون أخطاء، غياب سرعة البديهة لتمرير الكرات. الكرة لم تمر، ولكن تمكن منها دفاع فريق نهضة زيو. الدفاع الأسمر لمن سيعطي، ولكن يمرر الكرة الحارس يبعد الكرة بقوة. الحكم يقول شرط لفائدة نهضة زيو في الجولة الثانية. نحن الآن في الجولة الثانية، دائما التقدم لفائدة نهضة بهدف جميل جدا ورائع. ونهضة زيو سبق له أن سجل قبل أن يسجل الهدف الأول. كان هناك هدف آخر ولكن ألغي بدعوى، كما قال الحكم، بدعوى تسلل. الأسمراني والخطأ في وسط الميدان. الكرة عميقة على مسار مر بالعمليات، داخل مر بالعمليات، ولكن يبعدها مدافع اتحاد بلطيب. كرة في الوسط لنهضة زيو، استعادة الكرة. المدافع أكيد أنه سيحاول إبعاد الكرة ما زالت في المتقدم، ولكن الكرة عند الحارس، عند المدافع الأيمن. كرة عميقة، صراع بين مهاجم ومدافع. إبعاد الكرة بطريقة رائعة من مدافع اتحاد بلطيب، ولكن شرط رائعة. يريد أن يدخل داخل مربع العمل، ولكن لم يتمكن. تدخل لمدافعي نهضة زيو بنجاح. الكرة تعود إلى دفاع اتحاد بلطيب. دائما يحاولون التوغل إلى الأمام لأجل اقتناص هدف التعادل، ولكن ذلك صعب. المنال مراوغة، لم يتمكن من المراوغة، والحكم لم يقل شيئا في شأن إخراج الكرة. عرقلة والخطأ لفائدة اتحاد بلطيب. عرقلة والخطأ لفائدة اتحاد بلطيب المتأخر بهدف لصفر. اللقاء بضمان الدورة 14 من بطولة القسم الثاني هواة شطر الشمال الشرق. الخطأ لفائدة اتحاد بلطيب. اتحاد بلطيب في الجولة الثانية منكب على التقدم إلى الأمام لأجل اقتناص التعديل. أسامة سعد العميد، عميد فريق اتحاد بلطيب، للاعبين المتميزين في وسط الميدان السقان الذهبي. الكرة داخل مربع العمليات، ولكن هناك دفاع يبعد الكرة. دفاع نهضة زيو. الشرط لمن؟ لفريق اتحاد بلطيب. اتحاد بلطيب يريد أن يتوغل، ولكن لم يتمكن. إرسال الكرة لمهاجم لعميد فريق الأسمراني لمن سيعطي الكرة. رائعة. الحكم يصفر الخطأ. ولكن دائما هناك احتجاجات من طرف
من طرف نهضة زيو، يقولون بأنه ليس هناك عرقلة. الحكم لماذا يعلن عن الخطأ الكرة؟ وتعود مرة أخرى دفاع نهضة زيو، إبعاد الكرة عند مدافع اتحاد بنطيبة رقم 14 بنجاح إلى أسامة سعد. أسامة ريعة والملوكي إلى المدافع الأسمراني رقم 15. تابع الكرة بشكل جيد جدا للاعبي اتحاد بنطيبة، ولكن تارة في الهجوم يفتقدون للنباهة وسرعة البديهة في شأن إيجاد الحلول المناسبة. شاهدوا رائعة، ولكن المراوغة لم تكن بالرائعة. إساعة الكرة لفريق اتحاد بنطيب. هذا اللاعب هو رائعة أسامة سعد السقاء الذهبي وسط الميدان. التمريرات جهة اليمين، والكل كرة تمر على أسامة سعد الموزع. رائعة، توزيعة، تمريرة عميقة من بعيد. الشرط نادت زيو اللعب ترك الكرة تخرج ظانا بأن الشرط لاتحاد بنطيب، ولكن ليس ذلك هو الصحيح. شاهدوا مسك الخطأ لفائدة رقم 5 عميد نهضة زيو. أسامة سعد يحتج على الحكم العميدين المتألقين، عميد اتحاد بنطيب أسامة سعد وعميد نهضة زيو. شاهدوا عميد نهضة زيو الفنان المتألق، صراحة الكل يشهد بأداء هذا اللاعب وكذلك أسامة سعد. ولكن اللاعب الآخر دون ننسى اللاعب الآخرين. كرة مباشرة عند الحارس، حارس اتحاد بنطيب، والصعود بالكرة من جهة اليسار. كرة من مدافعي اتحاد بنطيب أسامة سعد الموزع، تارة في الدفاع تارة في وسط الميدان، لم يتمكن من تمرير الكرة. شرط أسامة سعد ثانية. كما تشاهدون أعزائي المشاهدون، هناك صراع، هناك منافسة شديدة اللهجة في وسط الميدان. فرصة، ولكن الكرة تمر محاجة للمرمى. من الشرف اتحاد بنطيب. سأعيد، هناك صراع شديد اللهجة في وسط الميدان وخاصة من طرف اتحاد بنطيب، وهناك مقاومة شديدة اللهجة أيضا من طرف دفاع ولاعبي وسط الميدان لفريق نهضة زيو. يحاول جاهدا الحفاظ على الهدف الذهبي المسجل. شاهدوا إصابة لاعب نهضة زيو، الآن تقدم ويريد أن يراوغ ولكن لم يتمكن. الكرة تعود مرة أخرى مباشرة عند حارس فريق نهضة زيو. فريق اتحاد بنطيب فهو منكب على المرصدات الهجومية لأجل اقتناص هدف التعديل هنا بملعب الشريف محمد أمزيان بأزغغان. الكرة وسط الميدان، سعد يتقدم، سعد الموزع الذهبي، ولكن الكرة هناك اللاعبون، كثرة اللاعبين، تكدس اللاعبين لنهضة زيو وخاصة في الدفاع. شاهدوا يعني كيف هي التدخلات الآن. الكرة عند اتحاد بنطيب هو يغامر يتقدم إلى الأمام، يريد أن، ولكن الكرة خاطئة تذهب مباشرة مدافع فريق نهضة زيو. الكرة طويلة وعميقة، هناك مهاجم واحد فقط، خروج الحارس هو من مر الكرة على المدافع الأيسر، المدافع لمن سيمرر.
الكرة عميقة ولكن لم تمر الكرة. هناك دفاع عن نهضة زيو. الكرة الحكم لم يقول شيئا وتعود الكرة إلى الملوكي. الكرة جهة اليسار لاتحاد بنطيب. أسامة سعد اتحاد بنطيب، فهو حاليا يلعب الكل أجل اقتناص هدف التعديل في الدقائق الأخيرة، وخاصة أعتقد بأنه أقل من 15 دقيقة هي المتبقية على نهاية المقابلة. شاهدوا نشاط متميز لهذا الفريق، فرصة ولكن ارتماءات الحارس فهو يشكو من تدخل مهاجم اتحاد بنطيب. هذا هو أسامة سعد العميد، صراحة أقول له العميد الذهبي، لاعب هادئ، لاعب متميز يؤدي ما عليه في وسط الميدان. هذا هو ركنية لفريق اتحاد بنطيب في الأنفاس الأخيرة من اللقاء. ركنية ولكن مباشرة بين يدي حارس نهضة زيو. الدقائق الأخيرة بطبيعة الحال ستكون عصيبة على فريق نهضة زيو وعلى دفاعه وعلى وسط ميدانه. هناك مجهودات جبار، هناك تقدمات لاتحاد بنطيب إلى الأمام، مرتدات هجومية، أيضا يعني صعود أغلبية اللاعبين إلى منطقة نهضة زيو، وذلك لأجل اقتناص هدف التعادل. فحاليا نتيجة المقابلة فهي لصالح نهضة زيو بهدف ل0. كرة جانبية لنهضة زيو، الكرة عميقة ولكن لمن؟ لدفاع اتحاد بنطيب. إلى المحاولة المتكلل بين جانبي اتحاد بنطيب، إبعاد الكرة. كما تشاهدون هناك تغيير في فريق نهضة زيو، تغيير في فريق نهضة زيو لأجل إعطاء القوة والنفس الطويل للدفاع لأجل الحفاظ على هدف الامتياز لفريق نهضة زيو المتقدم على فريق اتحاد بنطيب برسم الدورة 14 من بطولة القسم الثاني هو الشمال الشرقي. بيدة نهضة زيو في الأنفاس الأخيرة أسامة سعد يرجع الكرة الحارس لمن؟ ماذا يفعل المدافع الأيسر عند أسامة سعد الذهبي، اللاعب الوسطي موزع فريق اتحاد بنطيب. رائعة توزيعات في المستوى فريق اتحاد بنطيب لأجل اقتناص التعديل، ولكن الكرة تخرج ضربة مرمى لفائدة نهضة زيو. تارة الصعود يكون رائعا في تمريرات رائعة لفريق اتحاد بنطيب. هناك تغيير آخر في فريق اتحاد بنطيب، إدخال الشاب رقم 20. أعتقد حسب ما نشاهدوه فهو شاب من الفئة الشبابية أكيد حسب ما نشاهدوه. ضربة مرمى لحارس نهضة زيو. الكرة وسط الميدان أسامة سعد ولكن الكرة تخرج. هذا أسامة سعد، الشرط لباقي اتحاد بنطيب. أسامة سعد يقول أسرعوا في تنفيذ الأخطاء ولا تضيعوا الوقت. الكرة بين أرجل مدافعي سيدو، الكرة رأسية ولكن وتذهب إلى دفاع سيدو. تدخلات عنيفة، التدخلات العنيفة ممنوعة.
كرة ويكون يعرقل الخطأ على مسار بالعملية بفائدة نهضة زيو. كانت هناك عرقلة، كان هناك تقدم. تارة نشاهد مثل هذه المغامرات لمهاجمي فريق نهضة زيو املا في مباغتة حارس اتحاد بنطيب بقذفة ما او بتموغل ما داخل مأمور بالعملية، ولكن هذا اللاعب، هذا المهاجم مهاجم نهضة زيو يقتنص خطأ، ولكن بعيدا شيئا ما على مربع العمليات. هناك لاعبين من زيو امام الكرة. دائما هدف لصفر لفائدة نهضة زيو، هدف لصفر لفائدة نهضة زيو. إذا هناك العميد والأسمراني، أكيد ستكون هناك قذفة. الهدف الثاني لفائدة نهضة زيو، الهدف الثاني لفائدة نهضة زيو، الهدف الثاني في الدقائق الأخيرة. هدف جميل جدا. الحارس لم يتمكن. شوف الفرحة تلو الفرحة لمهاجمي أو للكتيبة البشرية للاعبين نهضة زيو. هدفا لصفر فائدة اتحاد بنطيب. لما الحارس اتحاد بنطيب أعتقد بأنه يتحمل شيئا ما المسؤولية في هذا الهدف الثاني، لأنه لم يحافظ على الكرة بين يديه. لأن هناك إصابة مهاجم من زيو، وكذلك حارس فريق اتحاد بنطيب. هدفين لصفر. الزبير صراحة أعطى الدفعة قوة كبيرة في الكتيبة البشرية لزيو، المدرب السابق لأمل العربي، وكذلك لمجموعة من الفرق. الكرة عميقة من اتحاد بنطيب، ولكن تسلل. الحكم يرفع راية التسلل. كرة عميقة، فرصة لم يسجل. غريب، أي غرابة كان لوحده أمام حارس فريق نهضة زيو، ولكن لم يسجل الهدف. غريب وأي غرابة مع هذا اللاعب، مع مهاجم فريق اتحاد بنطيب الذي لم يتمكن من تسجيل الهدف. كان لوحده. شوف الحارس يتألق. الحارس صراحة يحيي أحد زملائه على اللقطة. وقف الند أو سدا منيعا في وجه مهاجم فريق اتحاد بنطيب. فرص ثمينة أتيحت لمهاجمي اتحاد بنطيب، ولكن لم يتم استغلالها. مثل هذه الفرصة كان لوحده تقليص الفارق الملوكي. اللاعب لمن سيعطي الكرة. إذا هدفين لصفر، ويدخل اللاعب الخطأ. حكم الشرط يوعي على خطأ لفائدة الخطأ أو الشرط لفائدة نهضة زيو.